علمني الرسول ان انا لازم انتبه واخلي بالي من كل كلمة انا بقولها لولادي، بقولها لجوزي، بقولها لزمايلي في الشغل، حتى بقولها لنفسي. لازم انتبه من طريقة الكلام، لان ممكن انا بقصد او بغير قصد الكلمة اللي انا بقولها دي تدمر الشخص اللي قدامي، وخاصة لو انا كررتها كتير. لو انا كررت على ابني ان انت شعرك اقرط، او ان انت قصير، او ان انت طويل، او ان انت ليه بتعمل كده، او ليه تخين، او ليه رفيع، او ليه انت شعرك كده، كل الكلام ده بالتكرار بيسبب شرخ في قلب الانسان، ويبقى صعب عليه ان هو ينساه، وبيحس نفسه انه قليل. علمنا الرسول عن سيدنا نوح. سيدنا نوح ما كانش اسمه نوح، كان ليه اسم تاني. ولكن في يوم من الايام كان ماشي وشاف كلب شكله ما كانش الطف حاجه، وبعدين قال ايه ده، انت شكلك وحش ليه كده؟ فرد عليه الكلب وقال له انت بتعيب المخلوق ولا بتعيب صنع الخالق؟ يعني دي حاجه احنا ملناش يد فيها. فمن وقتها سيدنا نوح ما بطلش بكى، بقى على طول يعيط ويبكي، وبكى كتير وبشدة، وحز في نفسه انه قد ايه هو كان انسان وحكم على مخلوق تاني لا يعرف يخلق زيه، ولا يعرف يجيب اي حاجة زيه ولا اي حاجة، وكمان اعترض على شكله. فمهم جدا نفهم ان لما نقول للشخص كلمات متتالية سلبية، ده معناها ان احنا بنأذيه وبنعترض على خلقة ربنا سبحانه وتعالى فيه. علمني الرسول ان تكرار الكلام الوحش بيفلق الحجر، فما بالك بقلب الإنسان. مهم ان احنا نتكلم كويس، لان كل كلمة احنا بنقولها ربنا سبحانه وتعالى بيبص لقلوب اللي اذيناهم وبيقابلنا بالمثل، بيبعت لنا اللي يأذلنا قلبنا زي ما أذينا التانيين. ده رسولي وده اللي علمولي، وحبيت انقله لكم. صباحه زي الفل. دينا